العسلامة. أنا محمد أمين الحكيمي اللي خدمت الفيديو اللي هما 3 فيديوهات خدمتهم ديما شد الموضوع نتاع البترول والموارد النفطية اللي موجودة في تونس. شفت معناتها ردود فعل من برشا أطراف، خاصة من الصحف اللي موجودة كسوا المكتوبة والمسموعة والمرئية. نتشرف عليش على خاطر اللي هو طرح موضوع معناها كبيرة على الاخر، موضوع اللي هو معناها يحل المشاكل الكل. نشوف على خاطر الثورة ديجا كي قامت على شغل حرية كرامة وطنية، ونحن عندنا ثروة كبيرة ياسر نتاع بترول اللي هي تخلي الأربع حاجات هذوما اللي ياما نادينا بهم وماتت عليها خاطر عباد وشهداء وكل شيء، انه كذا نحلوا الحكايه نتاع البترول هذايا والمورد هذايا يجي للتوانسه وما يتفكش من الغير. انا ناكد لكم اللي الاربع حاجات اللي نادينا بها هذايا كلها تتحقق في وقت معناه ويجيز على الاخر. اليوم اللي يؤسفني انا على الاخر اللي ثم برشا من الناس، انا ريت الفيديو تاع محمد واللي هو معناها تنجموا تثبتوا فيه تبارتاج اكثر من 4000 و5000 وديجا ثم برشا صحف تفاعلت عليه معاه معناها وناقلت الحدث هذايا، وثم برشا دي كومباني ودي سوسيتي من برا معناها كيف اكدوا الخبر هذايا، وتنجموا انتم تعملوا دي ريشيرش. التونسي المشكله نتاعو ياسر بخل، معناه يجي يكذب الخبر من غير ما حتى هو لا فركس ولا شاف مشروع انه تقويه انتاج نتاع النفط، انه ينتج 10000 بريل في النهار عشترت، حبوا يولي 12000. الدولة رصدت مبلغ 400 مليار باش تطور الحقل، وإذا به اليوم ال 400 مليار مشاو وصبحنا ننتجوا 5000. معناها اليوم الدولة ويني؟ معناها ما تسألش وين ال 5000 وين مشات، ولا 400 مليار وين مشات؟ مشات في الفيلات وفي عمارات وفي أمور شخصية. في تونس رانا ماناش مزمرين، ماناش فقراء، احنا صحيح معناتها الغني ربي، لكن احنا من الثقافه عندنا، من العلم عندنا، من جميع القطاعات. راهو معناتها هم العالم الكل قاعد يسرق معنا نحن في كل شيء. شوفوا الخليج اشتروا متعلموا بالاساتذه نتاعنا نحن، البنيه نتاعهم بالمهندسين نتاعنا نحن، صحتهم بالطب نتاعنا نحن، السيرفرات من كل شيء من جميع القطاعات. علاش احنا نمشيو نمدوا ايدينا ولا نطيشوا شبابنا في الحر وقت اللي احنا عندنا الموارد نتاعنا الخاصه؟ على طريقة السرقة والمافيا اللي موجودة في تونس، اللي هي مافيا كبيرة، والمافيا ذي كيفاش تتعامل مع شركات أجنبية باش تخبي حجم وكمية الفساد، وباش تستعمل الشركات هذه في ديزوبيراسيون فيكتيف، معناتها في عمليات وهمية من أجل تبييض الأموال ومن أجل تهريب الأموال هذه للخارج، ولكي لا يكتشف أحد وجود ترافيك أو وجود سرقة في مجال البترول في تونس. برشا حكايات مازالت ما تحكيتش. لازم الحق معناها التونسي لازم يحارب على حقه. راهو اليوم نعاود نقولها كيف ما قاعد نقولها، التونسي قاعد ياسر يبخل على الاخر. ما تبخلوش على حقكم، هذه حاجه من حقكم. اذا انت ما تحبش تحارب عليه، حارب على خاطر ولدك، حارب على حتى اللي مازال ما عندوش وليد، ينجم يجيك وليد نهاية اخر. راهو كيف لازمك تحارب وتخلي انت تونس تكون مخير. كلمه تعيشيش انت تعيش عده مرات وتكلمنا مع بعضنا وقدم لي عده ملفات، لكن هالملفات هذه وقت اللي تقدمت لي قبيل وفاه المرحوم وبالتالي ما زلنا ما درسناهمش بالكل. هذاك علاش انا ديما نقول ونعاود في اجهزه الاعلام، راهو هنالك ملفات محرقه، هنالك ملفات خطيره، وكما قال احد الاخوه قد ما يتقدم في الزمن قد ما ممكن الادله تنقص. لازم باش تونس تتحسن، لازم الجينيراسيون هذه نضحيوا بها. انا واحد من الناس معناها مستعد اني نضحي بروحي بالجينيراسيون تاعنا. يزي الحمد لله يا ربي، خلينا نوفروا حاجه من خير للي باش تجي. نحن تحبوا ولا تكرهوا، التونسي راهو محقور، لا تقولوا لا ثوره لا. اليوم يتسائلوا علاش يتم التفويت في الثروات هذه. اليوم باش نفهموا سياسه التصرف الحاليه في الموارد النفطيه والمنجميه، نفهموا زادا شنو عندنا من ثروات نفطيه ومنجميه وشنو المنتظر من المسؤولين اصحاب القرار. أكد له باللي راهو يجب على الحكومة أن تقوم بقرار سياسي يتمثل في كونه هالملف هذية يقع معالجته في أقرب الأوقات، وهذا ما أكده لنا مشكور السيد رئيس الحكومة عندما قال أنا نعتبر ملف الفساد هو من أولويات الحكومة.
مرحلة اللي توا ما عادش فيها، وصلنا الباب اللي اذا تحلوا يا باش نمروا بيه لتونس ما خير، يا يقعد هاك الباب مسكر ونقعد ما بين 4 حيوت حتى لين كل واحد يجي ربي يهز الامانه نتاعو، وتقعد الجينيراسيون افنير الكل محصورين ما بين 4 حيوت. والخاسر الاكبر شكون؟ الخاسر الاكبر هي تونس. تونس اللي هزتنا، تونس اللي تربينا فيها، تونس اللي عنا اللي سوفينير فيها، تونس اللي تنجم تكون خير من هكا. الحاجه نعاود نقولها اللي الحكومه هذه عمرها ما باش توفرها لك، على خاطر اي حكومه باش تجي، الحكومه هذه ولا اللي قبلها ولا اللي باش تجي باش تضمن بلاصتها لازم تعطي البترول هذا لامريكا وتنحيه لشعبها. دونك يا تونسي اضرب على بلادك، اضرب على شعبك، واضرب على رزقك، على خاطر اذا انت ماكش تضرب عليه لا الحكومه باش تضرب لك عليه، لا البراني اللي قاعد ينحي لك في رزقك هو اللي باش يضرب لك عليه. يقولوا سي جي جي فيريتاس، نقول الاسامي، وكانت وصارت لنا اكثر من هكا، كانوا عيطونا البريغاد كريمينال كيفاش نتهموا في شركه كيما هذه. احنا عندنا الوثائق كامله ووثائق اصليه في الموضوع هذا، وحاولنا نوقفوا العمليه هذه خاطر معناها كأن استعمار جديد، واليوم يتهموا فينا انه نزيفوا الحقائق ونتهموا في الناس باطل. قوامة جديده واللي صار قبلنا يعني ما نجموش ناخذوا مسؤوليته، يعني مسؤوليته مباشره ناخذ المسؤوليه السياسيه. يعني لازم نلقاو حلول للوضع هذا، ما نجموش نكملوا الى الامام الى عندنا ما يثبت الكلام هذايا كما يقول سيري ذا يعني مستعدين باش نتعاملوا كما كنت نقول سي زياد، معناها يعني الملف تاع تيهونا بقطع النظر اللي هو قدام القضاء هذاك خليه ياخذ طريقه، واحنا نجم نعملوا اداريا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بعد ما شفتوا الروبورتاج اللي خدمته أول مرة حكيت فيه على ملف الفساد بقطاع النفط، تأكدنا قيمة الموارد الغنية من النفط والكنوز اللي كان مسكوت عنها، ولينا نعرفوا العصابات هذه شكون واللي كان يساعد فيهم. الفيديو هذا خذا صدى كبير برشا، وتوا معناتها شفت ردود الفعل، معناتها تفاعل ايجابي حول هذا الموضوع، وخاصة فما برشا ردود فعل من طرف الصحافة المرئية والمسموعة والمكتوبة النهارين هذوما. بعض منهم كذبوا هالخبر هذايا، ما نعرفش كي كذبوا في مصلحة شكون. توا معناتها هما يقولوا ما عندناش بترول، ومش مشكل، توا عرفنا الحقيقة وعرفنا السارق توا في ضو شمعة. احنا توا كشعب تونسي نطالبوا رسميا بتأمين كل موارد الطبيعية عندنا، ونبداو بموضوع النفط. هذه الموارد تؤمم للشعب التونسي كاملة، وهذا حق تونس، ويلزمكم تعرفوا اللي حقوقنا كاملة باش ترجع باش تكمل ثورتنا، ما تمشيش في مسار اللي يحبوه هما. هذا الشعب التونسي المستقل له سيادة وله كرامة. محمد أمين.